تصريح يبكي الملايين من تشابي ألونسو يفاجئ ريال مدريد وجماهيره بعد رحيله عن ريال مدريد، ويوجه رسالة لفلورنتينو بيريز. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، قم بعمل متابعة لصفحتنا لنرى كم عدد محبي ريال مدريد، ولا تنسوا أن تتركوا تعليق بهالا مدريد. خرج تشابي ألونسو المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد بتصريحات مؤثرة عقب البيان الرسمي الذي أصدره النادي الملكي، معلنا فيه إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، مؤكدا فخره الكبير بالفترة التي قضاها داخل أسوار سانتياغو برنابيو، ومشددا على أن ريال مدريد سيظل دائما بيته الأول. وقال تشابي ألونسو في تصريحات مطولة: اليوم أودع منصبا شرفني كثيرا ومسؤولية عظيمة حملتها بكل فخر. تدريب ريال مدريد لم يكن مجرد وظيفة بالنسبة لي، بل كان امتدادا لمسيرتي داخل هذا النادي الذي منحني الكثير كلاعب ثم كمدرب، وسأظل ممتنا له طوال حياتي. وأضاف ألونسو: منذ اليوم الأول لي كمدير فني للفريق كنت على وعي كامل بحجم التحدي وبثقل القميص الذي نمثله والطموحات التي لا تعرف سوى الفوز والألقاب. حاولت بكل ما أملك أن أكون على قدر هذه المسؤولية، وأن أعمل بإخلاص واجتهاد لخدمة النادي واللاعبين والجماهير. وتابع ألونسو حديثه: كرة القدم مليئة باللحظات الصعبة، والنجاحات والإخفاقات جزء لا يتجزأ من هذه اللعبة. الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة كانت مؤلمة بلا شك، ليس فقط بالنسبة لي ولكن لكل من ينتمي إلى ريال مدريد، إلا أنني أؤمن أن هذه اللحظات القاسية هي ما يصنع المدربين واللاعبين الأقوى. وأشار تشابي ألونسو إلى دعمه الكامل لقرار النادي قائلا: أحترم تماما قرار إدارة ريال مدريد، فقد تم كل شيء في أجواء من الاحترام المتبادل والتقدير، وهذا يعكس دائما عظمة هذا النادي وقيمه الراسخة. لم تكن هناك أي خلافات، بل قناعة مشتركة بأن هذه المرحلة قد انتهت. كما خص اللاعبين بكلمات خاصة، حيث قال: أشكر جميع اللاعبين الذين عملت معهم خلال هذه الفترة، كانوا ملتزمين مهنيين ومتحمسين لتقديم الأفضل دائما. أنا فخور بما قدموه داخل الملعب وخارجه، وأثق أنهم سيواصلون المقاتلة من أجل هذا الشعار في المستقبل. ولم ينسى ألونسو توجيه رسالة لجماهير ريال مدريد، مؤكدا: إلى جماهير ريال مدريد في كل أنحاء العالم، دعمكم كان حاضرا دائما في الانتصارات وفي اللحظات الصعبة. هذا النادي محظوظ بامتلاكه جمهور لا يتوقف عن الإيمان، وسأظل واحدا منكم مهما كانت وجهتي القادمة. واختتم تشابي ألونسو تصريحاته قائلا: أغادر منصبي مرفوع الرأس، تعلمت الكثير خلال هذه التجربة، وسأحمل معي ذكريات لا تنسى. ريال مدريد سيظل دائما في قلبي، وسيبقى بيتي الذي أعود إليه في أي وقت. أتمنى للفريق كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، وسأتابع مسيرته دائما بكل حب وفخر.